كسلانة ومش عارفة تنظمي يومك في المدارس، تعبانة دايما ومش قادرة تعملي شغل البيت. تعالي بس تابعي فيديوهاتنا ان شاء الله هتقومي تبقي زي الفل. هتعملي كل حاجة، هنعرف ازاي ننظم يومنا من اول ما نصحى لغاية ما الولاد يجوا من المدرسة، وازاي نوفر وقت ومجهود بحيث ان احنا نعرف نذاكر لولادنا ونهتم بيهم. اول حاجه صلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسوش تدعوا وتطلبوا من ربنا الستر والصحه، وان ربنا يحفظ اولادنا وازواجنا، وربنا ينصر المسلمين في كل مكان وينصر يا رب. انتوا عارفين لان اليوتيوب والفيسبوك بيمنعوا حاجات كتيره، فمنعنا وقافلين بقنا مش عارفين نتكلم، فربنا معاهم وينصرهم يا رب. اول حاجه هنا عايزه انظم يومي، انا عايزه شقتي تبقى نظيفه، عايزه ريحتها تبقى حلوه، عايزه تبقى منظمه، عايزه اعمل اكل، وعايزه في نفس الوقت يبقى عندي مجهود بحيث ان انا اذاكر لاولادي وما بكونش تعبانه وصحتي بقى هلكانه وطول النهار بلف حوالين نفسي ومش عارفه اعمل ايه. اول خطوه لازم تعمليها هي انك ترتبي افكارك. يعني ايه ارتب افكاري يا نهى؟ يعني لازم تبقي عارفه انت هتعملي ايه. انا النهارده باذن الله صحيت من النوم عارفه ان انا عايزه اعمل غدا، عايزه اعمل فطار، عايزه اروق اوضه من الاوض، او اعمل روتين، او الولاد كانوا قاعدين اجازه فعايزه مثلا انظف الفرش او اغير الفرش. طب هعمل ايه؟ اول حاجه قبل ما ابدا على المطبخ، نزلتي ولادك للمدرسه، او يعني دايما يفضل ان احنا نشتغل طبعا في يوم يكون الولاد فيهم في المدرسه عشان خاطر يبقى عندنا وقت ان احنا نعرف نشتغل. عملت كوبايه شاي وهبدا بقى ان انا اشتغل كده بعد ما اكون صليت وخلصت اللي ورايا واشوف هعمل ايه. اول حاجه اليوم ده انا حبيت ان انا اغير فرش السراير. لو انتي فرش السراير عندك نضيف ومش عايزه تغيريه مفيش مشكله، ممكن ان انتي تهوي الفرش بتاعك في الشمس كده فتره شويه لغايه ما الولاد تيجي من المدرسه، وترتبي تشدي الملايات وترتبي الاوض، وكنسه كده سريعه بسرعه لكل اوضه. هتخشي الاوضه تعملي ايه؟ تعملي ان انت هتلمي كل الكراكيب اللي فيها، وفي نفس الوقت تعدلي السراير وتكنسيها، مش اكتر من كده. انا خدت الغسيل، اول ما خلصت الغسيل ما تركنيهوش. يعني انا دلوقتي لميت فرش السراير، ما اروحش احطهم في السله بتاعه الغسيل وابدا اغسل غسيل تاني، لا، الملايات هتحسي ان عندك زحمه وهتحسي ان عندك غسيل كتير. انا خدت الغسيل على الغساله على طول، شغلت عليه وفي نفس الوقت نشرته، وقبل ما يومي يخلص هبقى مطبقاه وحاطاه في الدولاب. فدي خطوه مهمه جدا، انت ما حسيتيش ان انت عملتي اي حاجه في تغيير الفرش وما عملكيش زحمه في بيتك ولا اي حاجه. طيب هدخل على المطبخ عشان هبدا ان انا اطبخ. هعمل ايه؟ دي الملايات انا كنت غسلت الاول حاجه اوضه النوم، وبعد كده بقى بكمل بقيه الملايات وبنشرهم برضو في المنشر. دخلت على المطبخ مسحته وروقته وكنسته عشان اشتغل في مكان نضيف. اتعودي دايما ان انتي تشتغلي في مكان نضيف. ليه بقى؟ دخل عليكي ضيف، انت شقتك نضيفه، دخل انت تعبتي وما قدرتيش لا قدر الله تكملي او اي حاجه، انت مطبخك نضيف وحاجتك نضيفه، هترتاحي شويه وتقدري تقومي تكملي. لكن اشتغل كراكيب على كراكيب، يعني في ناس تقولك ايه، طب ما انا اخلص الاول الاكل واخلص اللي ورايا والم كله مره واحده. لا، انت بتكتري على نفسك، انت بتحطي هم. هتبصي تلاقي عقبال لما تخلصي اكلك وتخلصي وتبذلي مجهود، تبصي تلاقي المواعين طالعه من الحوض والرخامه وراكي مش نظيفه. لا، ابدأي واحده واحده ورتبي زي ما قلنا، رتبي افكارك. وسختي معلقه اغسليها، وسختي الخلاط اغسليه، حسيتي ان الرخامه مش نظيفه شديها بالفوطه وراكي مطرح ما كنتي بتحطي عليها الحاجه. هتلاقي انت بتشتغلي في عامل نفسي كمان، انت مرتاحه نفسيا، الشقه قدامك نظيفه، المطبخ نظيف، مرتاحه نفسيا. هبدا بقى دلوقتي اعمل ايه. انا صحيت الحمد لله، غيرت الفرش زي ما قلت لكم، شلت المشايات بتاعه المطبخ وشلت المشايات بتاعه الطرقه، وكنست الاوض كده، خرجت التراب كله على الطرقه، وفي نفس الوقت رحت شاده الطرقه مسحه كده نظيفه وحلوه والمطبخ، ورجعت كل حاجه مكانها، ودخلت على المطبخ احضر فطار واستنى ولادي. يعني انا من بعد ما هم نزلوا انا عملت كوبايه شاي وقعدت شويه في الشمس، ساعه ما كنت بوريكم كان في برنامج ديني شغال قعدت اتفرجت عليه. وبعد كده ابني جه من المدرسه، قلت له يا حبيبي انزل هات فطار، جاب الفطار وهبدا ان انا افطرهم بحيث اني رايحين درس مفيش مشكله، هيناموا يبقوا كلوا، هيبدا مذاكره يبقى خد بريك كده وارتاح، وبعد كده بقى ايه هنبدا نشتغل. انتي بتغسلي البوتاجاز قبل ما نعمل الاكل؟ ايوه، اغسلي البوتاجاز قبل ما نعمل الاكل، دي خطوه ثالثه مهمه جدا. اول حاجه لو عندك دهون على البوتاجاز وولعتي النار، ان انتي تقلي طعميه او ان انتي تحمري بطاطس او ان انتي تحطي الفول او اي حاجه، الدهون اللي على البوتاجاز دي هتتحرق وتبدا تمسك في الاستانلس بتاع البوتاجاز بتاعك ويبقى صعب تنظيفه.
دي حاجه مهمه. تاني حاجه اشتغلي على نضيف، يعني بصي راحه عينك هي هتريحك. يعني لما تبصي كده لبوتاجازك وتلاقيه نضيف وانت بتشتغلي على نظافه هتبداي تحافظي. يعني انا ممكن ما اغسلش البوتاجاز غير تاني يوم، انا مش هغسله بعد الاكل غير لو وقع عليه حاجه فارت مثلا او حاجه هغسله. لكن لو انا محافظه عليه كده وانا بشتغل وحاجه وقعت رحت شايلاها او مسحها، خلاص انا مش هغسل البوتاجاز غير تاني يوم. كل اللي فرق ايه هنا، يوسف بيحضر معايا الفطار، كان جه بقى زي ما قلت لكم وبعته جاب فطار فبيحضر معايا الفطار. عندي يوسف بيحب قوي قوي المطبخ، يعني سبحان الله من وهو لسه صغير قوي كان يتذوق الحاجه كده ويقعد يقول لي دي ناقصها ملح، دي مش عارفه عايزه ايه، دي عايزه ايه. ودايما وانا واقفه كده بعمل اي حاجه يقول لي طب اساعدك، طب اعمل معاكي، فيمكن يطلع شيف بقى ولا حاجه. فهنا انا كنت خلصت الفطار عشان خاطر يبداوا يفطروا. وزي ما كنت بقولك كده وبتكلم معاكي ان انتي تنظمي افكارك ودايما الحاجه تبقى قدام عينك نظيفه. نظافه شقتك ونظافه مطبخك دي راحه نفسيه ليكي. احيانا لما بتتكركب علينا الحاجه او بتزيد زياده عن اللزوم بتلاقي نفسك انتي ما عندكيش طاقه، انتي عماله تبصي للشقه كده وتبصي للحاجه ومش قادره تقومي تعملي حاجه. هنا انا كنت فرشت الطرقه الحمد لله وهنا استاذ نيمو كان بيلعب ومجننيني طبعا في الشقه زي ما انتم عارفين. وكنت عملت ايه بقى، قلت ليوسف حط لنا بقى كده يا يوسف الطبليه وافرش المفرش يلا عشان نفطر. وحطيت الفوط بتاعه المطبخ كلها تتغسل عشان يبقى مطبخي تمام. ورحت بقى ايه راجع ذكريات زمان كده رجعوا معايا. لما ايام كنا نيجي من المدرسه وقت العصر فيلم قديم شغال وانت سامعه صوته ووالدتك معلقه على الاكل والشمس كده داخله بيتكم، الحاجات دي بتاثر فيا جدا جدا جدا. بص انا هنا كنت بوريكم ان انا فرشت قصدي نشرت الملايات، يعني خلصت الملايات كمان ونشرتها. وقعدت بقى خدت وقت البريك ده بقى يعني فطرت، اتفرجت كده على التلفزيون شويه على الافلام القديمه دي زي ما بقول لكم بتفكرني بايام زمان، بتفكرني بايام والدتي الله يرحمها ووالدي. فهنا بقى كنت خلاص عملت اللي ورايا وفطرنا زي ما قلت لكم. هنا كانت استاذ نيمو بقى ابنها، انا وزعت كلهم يا جماعه، اللي متابعني من البدايه عارف ان كان عندي 5 قطط وزعتهم الحمد لله خرجتهم تبني. فاضل واحد بقى معاها باخدهم واحده واحده عشان ما تزعلش. هي عماله تعمل ايه يا جماعه، تلعب ديلها وعامله نفسها انها مش شايفاه وهو بيجري ورا ديلها. سبحان الله اللي مربي القطط ده هيعرف يعني ايه امومه حقيقيه. الحيوانات دي عندها رحمه وعندها امومه مش ممكن، يعني انا حاسه انها تفوقنا. انا لما شفت القطه بتاعتي وهي بتعامل ولادها ازاي وبتنظفهم ازاي وتاكلهم ازاي، قلت سبحان الله، يعني سبحان الله ان ربنا زرع في قلبهم الحنيه والامومه كده وهم حيوانات على يعني بالفطره كده. هنا بقى ايه انا خلصت اللي ورايا اهو. تعالوا بقى ايه افكر بقى في فكره الغدا. طبعا فكره الغدا هي ما بتبقاش دايما وليدة اللحظة. يعني ما ينفعش تصحي من النوم تقولي ايه انا لسه هعمل غدا ايه، لا دايما فكري فيها من بالليل، هو ده اللي تعبنا في حياتنا. بس دايما فكري فيها من بالليل. يعني انا مثلا عندي طبق فراخ ممكن ما اكونش انا عارفه انا هعمل بيه ايه، بس اطلعه عشان يفك تاني يوم بقى اعمل كبسه اعمل اكله اعمل اللي اعمله، بس المهم ان انا محضره في دماغي انا هعمل الطبق ده. هنا انا كنت حطيت مكعب من الزبده ومعلقه من الزيت كده كبيره، وهبدا ان انا ادي الفراخ بتاعتي صدمه. اللي متابعني عارف ان ده طبق تقسيمات الشهر، كل اول شهر بنقسم الفراخ بتاعتنا وبنعمل ميزانيه. كنا عاملين ميزانيه الشهر ده 2400 جنيه، 800 فراخ 800 لحوم 800 مشتريات. تقدروا ترجعوا للفيديوهات اللي قبل كده على القناه وتشوفوهم. ولو اول مره تشوفي قناتي اتمنى ان انت تعملي اشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وهننزل مشتريات الشهر خلاص احنا في اخر الشهر اهو. وفي نفس الوقت كمان تعملي لايك للفيديو لان دي الحاجة الوحيدة اللي انا بستناها منك. يعني انا كل التعب ده او التصوير بياخد مننا مجهود وتعب، بحاول ان انا ابسط عليكي الحياة، وفي نفس الوقت انا مش مستنية غير لايك وتعليق حلو منك. تعالوا بقى قولي لي يا نوها انت بتعملي ايه، بس عايزين نعرف انت بتعملي ايه. انا هنا كنت بعمل ايه، كنت خلاص بقى يعني ايه مش عايزه ابذل مجهود اكتر من كده، خلصت الشقه ونضفتها. فانا جبت الفراخ اديتها صدمه وقلبتها على الوش ده وعلى الوش ده واديتها رشه ملح ورشه فلفل. وكنت جايبه نص كيلو فريك رحت طلعته عملته كده بالمصفى زي ما شفتوا كده في الحوض، ونزلت اي رمله فيه رواسب. ما بنقعوش يا جماعه، انا مش بحبه منقوع، يعني بنقعه قبلها ب10 دقايق بالظبط قبل ما هكون هسقطه على الفراخ بتاعتي. وهحط بقى ايه بصلتين حلوين كده كبار وعليهم رشه من السكر عشان تطعم السكر وتديله طعم حلو. بس رشه بسيطه جدا من السكر. اي حاجه فيها بصل زي المحشي زي الشكشوكه زي الحاجات اللي فيها بصل كتير قوي دي اديها بس رشه السكر دي بتفرق في طعم البصل، وكمان مش بتخلي ليه ريحه حاده قوي وانتي بتاكليه او في الاكل.
دي خطوة بقى إضافية. عندك فلفل ألوان حطي، ما عندكيش أنا كنت عندي فقلت إيه أحط كده عشان أزوق الحاجة يبقى لونها حلو كده وتلفت نظركم كده، لكن هي خطوة اختيارية تقدري تحطيها أو ما أو مش عايزة تحطيها خلاص. سبت بقى الفراخ مع البصل كده يكمروا مع بعض، يعني الفراخ تنزل الصوص بتاعها والبصل ينزل المية بتاعته والاتنين كده يستووا من طعم بعض، مع رشة الفلفل مع رشة الملح. وهنا هبدأ احط البهارات بتاعتي. الوصفة دي بس بتحب بهارات شوية لان الفريك والحشو والحاجات دي بتبقى محتاجة بهارات كده تبان فيها. فانا حطيت سنة من البابريكا وسنة من القرفة، سنة من الكزبرة الناشفة، وتقدري كمان تحطي فلفل اسمر، وعندك بهارات ناعمة قصدي قرفة ناعمة. بتقدري تحطي قرفة ناعمة بتدي طعم حلو قوي. عندك ورق لورا، حبهان، قرفة خشب، كل ده بتحطيه بس بمقادير معقولة وبنسب قليلة، يعني ما تكتريش. وهبدأ بقى بعد ما اديها البهارات بقى بتاعتها هبدأ ان انا اسيبها كده ايه، اديها نص كوباية مية او حاجة عشان خاطر تستوي تماما. الوصفة دي تقدري تعمليها بقطع الفراخ بتاعت الصدور، تقدري تعمليها بالوراك المخلية بتبقى حلوة جدا جدا. ومش بتاخد وقت خالص. يمكن هنا دي عشان فيها فراخ وفيها عظم، فراخ قطع يعني وفي عظم، فاحنا بنحاول نسويها شوية. لكن لو جربتيها بالكبد والقوانص بتبقى حلوة قوي قوي قوي، وانا عاملاها على القناة كتير قوي. دوروا على الوصفات السهلة اللي تنجز معاكي في حلة واحدة كده وفي نفس الوقت تشبع الولاد. طب هي دي الوصفة دي هتشبع الولاد يا نوع؟ هتشبع الولاد. الفريك غني جدا و بيبقى حلو قوي وطعمه حلو قوي. تقدري كمان تطبقيها بالرز، يعني اعملي نفس الخطوات دي كلها اللي انا بشتغل بيها وانت مش بتحبي الفريك او ولادك مش بيحبوا الفريك، اعملي بالرز. على فكرة انا خدت كام قطعة من القطع بتاعة الفراخ بعد ما استوت تماما وحطيتهم في حلة تانية صغيرة وعملت معاهم كوباية رز، لان عندي حد من ولادي مش بيحب الفريك. فتقدري تشغلي نفسك عادي، يعني عملت الوصفتين اهو وبنفس الخطوات ما تعبتش في حاجة. هنا انا اديتها كوبايه من الميه وبعد كده رحت سبتها بقى ايه تستوي تماما عشان ما يبقاش فيها اي سوائل من جوه او دم او اي حاجه عند العظم. لازم اتاكد ان الفراخ بتاعتي استوت تماما، مش استوت اللي هي اتهرت لا طبعا، بس هي استوت خلاص ودخلت في السوا. هبدا بقى انزل بشويه فلفل الوان زي ما قلت لكم كده، وغسله الفريك اهو زي الفل ومصفياه كويس وتمام. هبدا بقى ان انا انزل بيه واشوحه شويه مع البهارات ديت. انا عايزاه يشرب من ميه البصل اللي موجوده في الصينيه، يشرب من البهارات اللي موجودة بحيث ان هو طعمه نفسه يبقى حلو كده. تمام، ايوه تمام. هنزل بقى بمقدار الميه. بيبقى الفريك ازيد من الرز شويه، يعني الفريك بيحتاج لميه شويه. وما تقلقيش، هو عموما الفريك يعني مش بيعجن، يعني ميزه فيه ان مش مثلا لو زودتي له الميه بيعجن، لا بيفضل برضو محتفظ بقوامه، بس ممكن يبقى فيه نسبه من السوائل شويه. ده يوطي عليها بقى خالص. بعد ما تتشرب وطي عليه يلدم بقى زي الرز، وانت كده عملتي احلى فريك. عندك بقى حاجه خطوه اختياريه، انك تطلعي الفراخ من الفريك تحطيها على وش الصينيه وتدخليها الشوايه في الفرن تاخد لون حلو كده، وعشان لما تقدميها. هنا بقى ايه هتيجي بقى الغدا كامل بقى يا نهى. غدا ان انا حطيت طبق الفلفل اهو مع الزيتون مع شويه ملوخيه ناشفه. دي مش خضره، ملوخيه ناشفه بس زي العسل مسكره قوي، كنت جايباها من مرسى مطروح. وهبدا بقى اغرف معاكم الفريك. تعالوا شوفوا بقى العسل ده. اتمنى ان انت لو اول مره تشوفيني اتمنى ان انت تعملي لايك للفيديو لو عجبك وعجبك وصفه الاكل وعجبك ترتيب يومنا. انا كنت الساعه كمان 2 الظهر تقريبا كنت خلصت الغدا وخلصت شقتي وخلصت يومي، وابدا بقى عندي من الساعه 3 ابدا ان انا اذاكر مع الولاد لغايه الساعه 7 الساعه 8 براحتنا خالص. وانتي قاعده فاضيه خلاص، اي حد من ولادك هيقول لك جعان هتقولي له قوم اغرف او قوم كل. فخلاص كده انتي نظمتي يومك. اتمنى ان انا اكون بقدر افيدكم باي معلومه، او يومي لما بنقله لكم بيكون في اي معلومه ليكم او تقدروا ترتبوا افكاركم وانه اليوم بيعجبكم. وهستنى منكم تعليق حلو ولايك حلو. وتعالوا بقى شوفوا الجمال ده بألف هنا وشفا. هتلاقوا الفراخ دايبة والفريك زي العسل، والله العظيم سبحان الله. يعني كانت أكلة حلوة جدا جدا جدا. أتمنى إن انتوا تجربوها إن شاء الله. ويلا بقى هشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله في حفظ الله ورعايته. تعالوا شوفوا الجمال ده لغاية قبل ما نمشي اهو. شايفين؟